الجروب كان شغال طول النهار نصايح في التربية والطبخ، والكل عامل نفسه ملاك بجناحات. الست اللي كانت لسه ناقلة الشقة الجديدة عملت عزومة شاي لصاحبتها من جروب أمهات المدرسة عشان يتعرفوا على بعض. صاحبتها سماح كانت بتمثل إنها أحن واحدة فيهم، وبتقول لها: يا حبيبتي بيتك زي الفل، وأنا هساعدك في كل حاجة عشان ترتاحي، انتي أختنا الكبيرة. سماح كانت بتدخل المطبخ وتخرج بحجة إنها بتغسل المواعين، والست مأمنة لها جدا. وفي يوم الست لقت رسايل مريبة بتتبعت على جروب الأمهات الكبير اللي فيه كل ستات الحارة. الرسايل كانت صور لجوابات غرامية مزورة، وكأن الست صاحبة البيت هي اللي كاتباها لواحد غريب، ومكتوب تحتها: شفتوا الست اللي عاملة نفسها محترمة دي بتخون جوزها في عز النهار. الست الدم غلي في عروقها، والكل في الجروب بدأ يهاجمها ويشتم في سمعتها. بس سماح نسيت حاجة واحدة: الست كانت مركبة كاميرا مراقبة صغيرة في المطبخ عشان تتابع البوتاجاز وهي بره. فتحت تسجيلات الكاميرا وشافت الصدمة اللي ما بترحمش. شافت سماح وهي بتطلع الورق المزور من شنطتها وبتحطه في درج المطبخ، وبتصوره بالموبايل بتاعها وهي بتضحك بوش كله غل وتقول: بكرة الحارة كلها تتفرج عليك يا ست هانم، والجوازة اللي انتي فرحانة بيها دي هتهدها في ثانية. الست ما كانتش ساكتة، أخدت الفيديو ونزلته بث مباشر على نفس جروب الأمهات. سماح وشها بقى زي الكفن، والكل في الجروب شاف غدرها بالصوت والصورة وهي بتدبر المكيدة بدم بارد. الفضيحة بقت بجلاجل، والستات اللي كانوا بيشتموا في صاحبة البيت انقلبوا على سماح وطردوها من الجروب ومن حياتهم تماماً. سماح اتفضحت قدام جوزها وعيلتها، والست عرفت إن الوشوش اللي بتبان طيبة في جروبات الواتساب ممكن تكون هي السكينة اللي بتدبح في الظهر، والحرص واجب حتى وانتي بتقدمي كوباية الشاي. ودي كانت حكاية من حكايات مايا اللي بتعرفنا إن اللي تدخل بيتك وتعمل نفسها خايفة عليكي ممكن تكون هي اللي بتحفر لك الحفرة وتستنى لما تقعي فيها عشان تتصور جنبك، والحق دايما بيبان ولو بكاميرا مطبخ.